وتواصوا بالحق، أي دعوا إلى هذا الحق، وتواصوا بالصبر. فالملاحظ أن العلاقة بين هذه المسائل الأربعة بالواو، العلاقة بين هذه المسائل الأربعة بالواو، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. للأسف فإن شعار كثير من المسلمين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويقف، أو يقول أو تواصوا بالحق أو تواصوا بالصبر، فلا يجمع بين هذه المسائل الأربعة. والنجاة عند الله رب العالمين من الخسران يكون بهذه المسائل الأربعة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا، التواصي على وزن تفاعل، والتفاعل يكون بين الطرفين، ليس عندنا جهة توصي وجهة توصى. تواصي، فعمر يوصي زيدا من الناس مرة، ومرة أخرى زيد يوصي عمرا، وهكذا. هذا هو التواصي. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالعالم يحتاج إلى طلبته ليذكرونه، والأمير يحتاج إلى رعيته، والداعي إلى الله رب العالمين عليه أن يصبر على أذى الناس، وعليه أن يصبر الناس للثبات على دين الله عز وجل، والناس عليهم أن يصبرون الدعاة إلى الله رب العالمين. عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عبد الله هذا ابن الإمام أحمد رحمهما الله، قال: كنت كثيرا أسمع والدي يقول: رحم الله أبا الهيثم وعفى الله عن أبي الهيثم. فقال له: يا أبتاه، من هذا أبو الهيثم؟ فقال الإمام رحمه الله: لما كنت في السجن في محنة خلق القرآن أخرجت للجلد، فإذا بإنسان يجذب ثوب من ورائي، وقال لي: تعرفني؟ قال: قلت: لا. قال: أنا أبو الهيثم، أنا العيار اللص الطرار، مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني ضربت 18,000 صوت بالتفاريق، فصبرت على طاعة الشيطان لأجل الدنيا، فاصبر أنت في طاعة الله لأجل الدين. فقال الإمام أحمد رحمه الله: فكنت أتذكر كلامه وأنا أجلد أتصبر رجاء ما عند الله رب العالمين في دار الآخرة. عباد الله، هذه السورة سورة العصر هي شعار المسلمين عند الافتراق. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يفترقون حتى يقرأوا هذه السورة، وهذه من السنن المهجورة أن نذكر بعضنا بعضا بهذه السورة. من السنن المهجورة أن نقرأ هذه السورة عند الافتراق. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا كانت هذه السورة سورة العصر شعارك، تكن مباركا. والإنسان المبارك لا يجلس في مجلس إلا ويوصي بالحق والصبر. الإنسان المبارك لا يجلس في مجلس إلا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالموعظة الحسنة وبالدليل والبرهان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.